السلام عليكم يا شباب، معاكم أسماء العساء وأهلا بكم في سنتكس إيديو. في الحلقة اللي فاتت اتعلمنا إزاي نحرك الشخصية يمين وشمال باستخدام الكيبورد. لكن قبل ما نكمل الحركة الأعلى وأسفل لازم الأول نفهم إزاي سكراتش بيحدد مكان الشخصية على الستيج. النهاردة هنتعرف على نظام الإحداثيات إكس وواي وبعدها هنطبق عملي ونخلي الشخصية تتحرك في جميع الاتجاهات. يلا بينا نبدأ. طب يا ترى الشخصية بتتحرك يمين وشمال بناء على إيه؟ وإيه معنى الأرقام اللي بتتغير عند الإكس والواي؟ النهاردة هنفهم السر ده. هنعرف يعني ايه نظام الإحداثيات إكس وواي وإزاي الشخصية تعرف مكانها على الستيج، وكمان هنتعلم نحركها لأعلى والأسفل. دلوقتي هنضيف خلفية تساعدنا نفهم حركة الشخصية بشكل أسهل، وهنضغط على Choose Back Drop. هنلاقي عندنا باك جراوندز، هنختار دي. بعد ما ضفنا الباك جراوند شايفين الخطين الإكس والخط واي دول مع بعض بيكونوا نظام الإحداثيات في سكراتش. بيستخدمه علشان يحدد مكان أي شخصية على الستيج اللي قدامنا دي. هنبدأ الأول بمحور الإكس لأنه هو المسؤول عن الحركة يمين وشمال، وده طبعا اللي احنا اتعلمناه الحلقة اللي فاتت. بصوا معايا، لو احنا عملنا كده هنلاقي إن القط بيتحرك ناحية اليمين، وقيم الإكس اللي موجودة تحت دي عندي بتزيد. أما لو الشخصية اتحركت ناحية الشمال هنلاقي إن قيم الإكس عندي بتقل لماينس. أما يا شباب النقطة اللي في النص دي فدي اسمها نقطة الأصل أو الأوريجين، وبتكون قيمتها 0 و0. دي نقطة البداية اللي سكراتش بيقيس منها أي مكان للشخصية بتاعتنا. كده عرفنا دور الإكس إن هي مسؤولة عن الحركة يمين وشمال. جه بقى دور المحور التاني اللي هو الواي، وده المسؤول عن الحركة لأعلى وأسفل يا شباب. يعني كل ما الشخصية دي بتطلع لفوق قيمة الواي بتزيد، ولما بتنزل لتحت فقيمة الواي بتقل. دلوقتي بعد ما فهمنا الإحداثيات تعالوا نطبق الكلام ده عملي ونخلي الشخصية تتحرك لأعلى وأسفل باستخدام بلوك تشينج واي باي 10 ده. والبلوك ده معناه ايه؟ معناه غير قيمة الواي بمقدار معين. وهرجع طبعا أروح على الإيفنز وهختار وين أب ارو كي بريسد ده، يعني بقوله لما اضغط على السهم لفوق القط دوت يبتدي يتحرك ناحية الواي لفوق. وهسيب القيمة دي زي ما هي لأننا عايزين الشخصية تطلع لفوق. طب يلا نجرب كده. شايفين أول ما ضغطت السهم لفوق الشخصية طلعت لفوق لأن قيمة الواي زادت بمقدار 10. طيب لو عايزين الشخصية تنزل لتحت هنكرر نفس الفكرة، بس بدل ما نختار وين أب أرو كي هنختار داون، ومن هنا بضغط السهم ده وبختار داون وبسحب البلوك بتاعنا، وهرجع على الموشن وهسحب تشينج باي 10 ده. لكن المرة دي هخلي القيمة بماينس، لأن أي قيمة سالبة على محور الواي هتنزل الشخصية لتحت. زي ما انتوا كده شايفين إن فعلا الشخصية بتاعتي القط بدأ ينزل لتحت كده. طيب خلونا نجرب نفس الفكرة على محور الإكس، وهرجع أروح على الإيفنتس وهنسحب مثلا رايت، وهنسحب البلوك بتاع تنفيذ الكود بتاعنا ونجرب كده ونشوف. لقينا للقط ماشي على محور الإكس يمين. طب يلا كده نجربها بالماينس، وهنا غيرنا الماينس 10، وهنيجي كده نحرك بالسهم هنلاحظ ان القط لف معانا ناحية الشمال زي ما انتوا شايفين كده. لاحظوا يا شباب حاجة مهمة جدا، اننا لسه مستخدمين السهم بتاع رايت ده، وهقولك هنا ان مع تشينج اكس باي ممكن اخلي قيمة موجبة
أو سالبة، يعني أنا مش لازم أحدد إن كان السهم يمين ولا شمال، أنا اللي بحدد الحركة من خلال الرقم اللي بكتبه جوه، لو كان ماينس أو موجب. لكن علميا عشان المشروع يشتغل صح يا شباب هنربط تشينج اكس 10 بالرايت وتشينج اكس باي ماينس 10 بالليفت. ممكن حد دلوقتي يسألني ويقول لي هو احنا ليه كنا بنستخدم بلوك بوينت ان دايركشن وبلوك الموف، ليه النهارده استخدمنا تشينج اكس باي وتشينج واي باي؟ هقولك بكل بساطة لأن كل بلوك ليه استخدام. في الحلقة اللي فاتت كنا بنتعلم الاتجاهات، فكان لازم نحدد اتجاه الشخصية الأول وبعدين نخليها تتحرك. أما النهاردة اتعلمنا نظام الإحداثيات، فبقينا بنغير مكان الشخصية مباشرة عن طريق قيم الإكس والواي. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم على خير في الحلقة الجاية إن شاء الله. باي باي.